فيديو النهارده هنعمل البسبوسة السهل الممتنع. مفيش ابسط من مكوناتها، بس في نفس الوقت عندنا شوية مشاكل كده صغيرة معاها. ازاي نعمل بسبوسة متماسكة بس دايبة في نفس الوقت، واخدة لون ذهبي من جوه زي بره برضو بالظبط، دايبة ومرملة كده زي ما انتوا شايفين. اسرار التسوية الصح المظبوطة اللي تطلع معاكم بسبوسة احلى من الحلوانية. النهارده جاي اديكم خلاصة تجاربي الكتير في البسبوسة. احنا عملناها مع بعض السنة اللي فاتت وناس كتير جدا جربتها وكانوا مبسوطين جدا، بس قلت اجرب ان انا اشاركها معاكم تاني بما ان عدد الفولورز او العيلة بتاعتنا بقت اكبر شوية. هنجيب طاسة نحطها على النار. الوصفة كلها هنحتاج ليها كوباية الا ربع من السكر. هناخد بس منها حوالي كده 3 معالق كبار نوزعهم في طاسة تكون ناشفة ما فيهاش ولا نقطة مية، على نار متوسطة. 3 معالق بس كبار كده من الكوباية الا ربع. هنسيب الثلاث معالق دول على نار تكون متوسطة لحد ما يتكرمل وياخد لون ذهبي كده. وده اول سر معانا، عايزين بسبوسة تكون واخدة لون ذهبي من جوه زي بره، يبقى نكرمل 3 معالق سكر. 3 معالق سكر مش حكاية يعني ان هم يغيروا في الطعم، بس هيفرقوا معانا جدا في اللون. اول ما يتكرمل هنزود عليهم كوبايه الا ربع من الحليب السخن. حليب يكون متسخن علشان ما يخليش الكراميل يتجمد على بعضه من اول وجديد، ونقلب مع التقليب المستمر. الكراميل ده هيدوب جوه الحليب وبس كده، خلاص كده مش محتاجين النار في اي حاجه. شلنا الحليب والسكر من على النار ونزود بقى عليهم باقي المكونات. بقية كمية السكر زي ما اتفقنا هي كوباية الا ربع، خدنا منهم 3 معالق كرملناهم والباقي هنزوده على الخليط كده زي ما انتم شايفين. كوباية كمان الا ربع من السمنة، وكل ما كانت جودة وريحة السمنة احلى كل ما كان طعم وريحة البسبوسة هيكون خطير. معلقة كبيرة من عسل الجلوكوز، وده السر التاني اللي عايزة اقوله لكم. سر التماسك، عايزين بسبوسة متماسكة يبقى معلقة كبيرة كده مليانة من عسل الجلوكوز. وعايزة اقول لكم ان هو مش عسل مسكر زي العسل الابيض، لا هو سكره خفيف خالص، بس لو مش موجود تقدروا تستغنوا عنه او تبدلوه بمعلقه من العسل الابيض. هو بيدي تماسك حلو جدا للبسبوسه، وعلى فكره مش غالي اطلاقا. قلبت كل الكلام ده مع بعضه كويس لحد السكر ما داب تماما، ونركن الخليط على جنب لحد ما يبقى دافي مش سخن، عايزينه يكون دافي. نتكلم بقى شوية عن السميد المين بتاع الوصفة بتاعتنا. سميد متوسط الخشونة، متوسط الخشونة، مش خشن ومش ناعم. ما يكونش بيسيب اثر دقيق على الايد كده، يبقى يعني حاجة بتيجي على ايدينا وتنزل ما تسيبش اي اثر. نص كيلو من السميد 500 جرام اللي هما بالكوبايات المعيارية يعملوا كوبايتين. زودت عليه معلقة كبيرة من جوز الهند الناعم، رشة ملح صغيرة جدا ورشة فانيليا كمان صغيرة جدا، ونقلبهم مع بعض. ودي كده المكونات الجافة. نخلط بقى المكونات الجافه مع المكونات السائله زي ما قلت لكم. الخليط بتاع السكر والحليب اللي هو السائل ده يكون دافي ما يكونش سخن، ونقلب مش هنعجن. والخطوه دي لازم تكون يعني ما فيهاش تقليب كتير، مجرد ان السميد يختفي نوقف تقليب، عشان كل ما هنقلب كل ما هتبقى ناشفه معانا. شايفين السميد اختفى خلاص نوقف تقليب، وكده ده خليط البسبوسه. ده القوام. عايزه اقول لكم ان السميد اللي انا استخدمته سميد خام، يعني بدون اي اضافات، مش سميد اكياس، سميد خام مش عليه اي اضافات. كنت مجهزه بقى صينيه حجمها متوسط، مش كبيره اللي هي عملاقه ولا هي برضو صغيره، تقريبا كانت 30 سنتي ولا حاجه. مسحاها مسحه سمنه كويسه كده، وهنزل بالخليط بتاعي على طول. ونحاول على قد ما نقدر كده نوزعه بالتساوي في جوانب الصينيه. وعشان نظبط وشها كده ممكن تمسحوا ايديكم مسحه ميه خفيفه قوي وتطبطبوا عليها. عموما خبطتين 3 كده حلوين على الرخامه هتلاقوها اتوزعت واتظبطت وشكلها بقى زي ما انتم شايفين كده، يعني انعم من بشرتي تقريبا. تزينوها بقى او تسيبوها ساده زي ما انتوا عايزين، الطريقه اللي تريحكم. المهم لو هتستخدموا اي نوع مكسرات يكون ني عشان ما يتحرقش معاكم في الفرن. دخلتها فرن يكون مسخن مسبقا حراره 180 في الرف التاني من تحت من نص ساعه ل 45 دقيقه بالكتير. قبل بقى ما البسبوسه هتستوي نحضر الشربات. ليه؟ لان الشربات بتاع البسبوسه يكون خفيف وسخن. كوبايه وربع سكر، كوبايه وربع ميه، نسيبهم يغلوا على النار. اول ما يغلوا بزود عليهم بس عصرة ليمونة ورشة فانيليا، واكسترا كده من عندي زودت معلقة كده من السمنة البلدي. لو عندكم سمنة بلدي هتدي طعم حلو جدا. لو مش عايزين تعملوا سمنة في الشربات تستغنوا عن الخطوة دي عادي، هي بتدي لمعة كده للبسبوسة من فوق وريحة حلوة جدا. مجرد بس ان العسل او الشربات بتاعنا ده يغلي غلوتين بشيله من على النار. وانا بشيله من على النار اكون بطلع البسبوسه من الفرن. شايفين اللون التحفه ده؟ حاجه كده عظيمه. نسقيها بقى بالشربات هي سخنه والشربات سخن، واسمعوا بقى احلى صوت.
شايفين بتشرب بسرعة ازاي؟ كده بقى هنا ترتاحوا وتطمنوا وتتأكدوا ان البسبوسة بتاعتكم ناجحة 100%. طالما بتشرب بسرعة كده يبقى هي كده ناجحة 1,000,000%. كل ما تشرب الشربات نزود لها شوية كمان. هي اخدت الكمية كلها، الكوباية وربع من المية، نغطيها 5 دقايق بالكتير، مش اكتر من 5 دقايق عشان ما تعجنش معاكم او تبقى عاملة زي العجين كده. ف5 دقايق بس متغطية، ونسيبها بعد كده مكشوفة عادي لحد ما تبرد تماما. ده للناس اللي هي شبهي، اللي هي ما تقدرش تستنى لتاني يوم. انا قطعتها وهي دافية كمان، ما استنيتش حتى تبرد شوية، لكن تاني يوم بتكون احلى كتير. ممكن كمان تقطعوها قبل ما تدخل الفرن عشان تبقى واخدة التقسيمة المظبوطة. تعالوا بقى اوريكم حاجة كده عظيمة. انا متأكدة الناس اللي بتحب البسبوسة زيي هتبقى مقدرة التعب والنتيجة اللي انتوا شايفينها دي. بسبوسة دايبة مرملة بس متماسكة، واخدة الشكل المظبوط في نفس الوقت، مع العلم ان هي لسه دافية. السمك او الارتفاع بتاع البسبوسة مظبوط بالملي، ولا تخين ولا رفيع. انا ما بحبش الخط الابيض اللي في النص. شايفين 3 معالق السكر اللي احنا كرملناهم في اول فيديو مديها لون من جوه زي لون من بره. التسوية المظبوطة، تسوية تكون على حرارة هادية شوية 180، وده بيديكوا بسبوسة واخدة تسوية مظبوطة وفي نفس الوقت مش ناشفة ابدا. شايفين لونها من تحت زي لونها من جوه زي لونها من فوق، كل حاجة فيها بيرفكت. اعملوا البسبوسة بالطريقة دي بالظبط بكل النصايح اللي انا قلتها. كل ثانية في الفيديو تقريبا مهمة. انا عارفة ان الفيديو طويل بس حبيت اديكم كل النصايح وكل التجارب اللي انا جربتها والحاجات الغلط اللي انا وقعت فيها بقولها لكم عشان انتوا ما تقعوش فيها، فتطلعوا بسبوسة دايبة مرملة زي ما انتوا شايفين كده، زي الكتاب ما بيقول، من اول مرة. خدوا كل النصايح اللي انا قلتها واعملوا بيها بالمقدار. قلت لكم المقدار بالجرام وبالكوبايه، فاتبعوا الطريقه اللي تحبوها وجربوها وهستنى رايكم. انا متاكده ان هي تعجبكم جدا والنتيجه بالنسبه لكم هتبقى مبهره. بالهنا والشفا مقدما لاي حد هيجرب الطريقه دي، واشوفكم على خير قريب ان شاء الله في فيديو جديد.